جمال صابر، مدير حملة لازم حازم. طب حضرتك تحكي لنا النهارده عن سبب الوقفة الاحتجاجية وتنظيم المؤتمر لعودة الدكتور عمر عبد الرحمن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المؤتمر ليس هو الأول من نوعه، وإنما هو الرابع أو الخامس من المؤتمرات. طب تعالي بس هذا المؤتمر ليس الأول من نوعه، وإنما هو الرابع أو الخامس للإفراج الفوري عن الدكتور عمر عبد الرحمن حفظه الله. وينبغي أن تعلم أمريكا أن الأمة لن تنسى رجالها، خاصة الرجال الذين يصدعون بكلمة الحق، ومن هؤلاء الرجال الدكتور عمر عبد الرحمن حفظه الله، الرجل العالم العلم الذي صدع دائما بكلمة الحق وقال كلمة الحق، إلا أنه لم يؤذي أحدا ولم يرتكب جرما لا في حق أمريكا ولا في حق غيرها. وهذه المحاكمات التي يعلم الجميع أنها محاكمات مسيسة ضد الدكتور عمر عبد الرحمن ومحاكمات باطلة، ينبغي أن يقفوا عند حده. وكل الأعراف وكل القوانين في كل الدول تعفي مثل هذا الرجل الذي طعن في السن وكبر سنه وحالته الصحية الآن متدهورة جدا. ولذلك نحن جئنا ندعو إلى الإفراج الفوري عن هذا الرجل. كررنا هذا مرارا إلا أنها لم تلقي لهذه المؤتمرات بالا. أما وقد ساءت صحته إلى هذه الدرجة، فأنا أحذر أمريكا من مغبة موت الدكتور عمر عبد الرحمن في سجون أمريكا، فهذا سيهدد أمنها القومي. فينبغي على أمريكا أن تسعى وأن تسارع في فك أسر الدكتور عمر عبد الرحمن حفظه الله، وهذا لن يكلفهم شيئا، بل سيمنع عنهم أشياء كثيرة. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه، أن يسدده وأن يثبته وأن يمتنا وإياه على الخير، وأن يحسن ختامنا جميعا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شكرا.